لا يمكن يكون ده ليفربول اللي احنا نعرفه. ليفربول اللي كان من شهر بس بيحلم بالثلاثيه التاريخيه، وعاوزين بقى نهدي كلوب بما انه الموسم الاخير ليه نهدي له كام بطوله كده، خلاص كله راح. انا قلت الصراحه ليفربول هينزل ويعمل ريمونتادا بقى اللي احنا متعودين عليها دي، عملها مره مع ميلان وعملها مره مع برشلونه. انما الصراحه اتفاجئت باستسلام ليفربول كده. اول ما سجل هدف وجات له ضربه الجزاء في الدقيقه 5 قلت بس هتفتح اهو البشاير هل. فجاه بدات الفرص تضيع، فجاه صلاح طلع ودياز طلع. طب ايه طيب ليفربول راح فين؟ فين شراسه ليفربول؟ وفين جحيم الانفيلد اللي انت خسرت عليه بفضيحه بثلاثيه من فريق اقل من جيد زي اتلانتا؟ ومع احترامي طبعا لاتلانتا، حسيت في المباراه ان كلوب خلاص فقد الامل وانه بيفكر في الدوري الانجليزي. ما خلاص، ما كل الفرق الانجليزيه ودعت كل البطولات الاوروبيه. عندك مانشستر سيتي وارسنال خرجوا من دوري الابطال، وادي ليفربول خرج من اليوروبا ليج، فكله خلاص بقى مركز في الدوري الانجليزي. بس يا ترى بقى مين من الفرق الثلاثه دول هيتاثر بالخساره والخروج الاوروبي؟ هل مانشستر سيتي مثلا ممكن يتاثر بالخساره من ريال مدريد، ولا ارسنال ممكن يتهز بما انه خرج من بايرن ميونخ؟ وليفربول كده كده اداؤه زي الزفت اصلا، وشفناه النهارده هو بيخرج من اتلانتا في اليوروبا ليج، ورسميا بتاهل اتلانتا الى نصف نهائي اليوروبا ليج. فليفربول دلوقتي ما فضلوش غير الدوري الانجليزي وعنده منافسين حيتان. فهل ممكن الحظ يخدم ليفربول وتمشي معاه ويتوج بالدوري الانجليزي؟